السلام عليكم. مرحبا بكم معايا. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باذن الله راح نشوفوا مع بعضنا كيكه يعني مختلفه شويه، وهي كيكه بالشوفان وجوز الهند اللي هو نواه كوكو كما نقولوا حنا نواه كوكو. واش نحتاجوا لهذه الوصفه؟ عندنا كاس الا ربع سكر، عندنا نصف كاس جوز الهند، عندنا زوج كيسان شوفان. هذه الطبقة الأولى. باش ما تخلطش عليكم الأمور نعطيكم مع المكونات تاع الطبقة الأولى نخدموها، وزيد نعطيكم المكونات تاع الطبقة الثانية هكذا ما تخلط لكمش الأمور يعني مع بعضها. هذه هي المكونات تاع الطبقة الأولى. دوك نبداو في طريقة التحضير. نبداو في طريقه التحضير. عفوا ما قلتلكمش الزبده هنايا. الزبده عندي من 4 حتى 5 ملاعق زبده، هذه في الطبقه الاولى، وعندي ملعقه فنحطوها في الطبقه الثانيه. انا ذوبتهم مع بعضهم. المهم نحطو ربع مغارف عفوا حتى 5 نحطو ونشوف، والوحده نخليوها للطبقه الثانيه. نبداو نحطو تاع المكونات تاعنا. الشوفان كما نعرفوا الشوفان يعني صحي. هذا الشوفان تاعنا زوج كيسان شوفان. هنايا نصف كاس جوز الهند او نواه كوكو، وكاس الا ربع سكر. نخدمهم بيدي. يعني هذه الكيكه تجي هايله ومختلفه شويه. ونحطو الزبده تاعنا، نحطو ونشوف. نحط من 5 حتى قولوا 6 ملاعق هكاك، يعني حسب الكاس تاعك. انا هنا الكيسان تاعي كبار، اللي كيسان تاعو صغار ما تديروش بزاف زبده. انا هنايا واحد 6 ملاعق حتى 7 زبده، ونخلطهم. ندخلو الزبده تاعنا مليح مع المكونات هكذا. هنايا دات لي 7 ملاعق زبده. ذوبيها تسمى وحطي، تعود مش دايبه ما تقدريش تحسبي. هكذا نجيب السنيوه تاعي نحطها في الصينيه تاعي، ونشوفوا كيفاش نخدموها في السنيوه تاعنا. هذه هي السنيوه تاعي، حطيت لها ورق الزبده. يعني من الاحسن ورق الزبده باش نهزوها كي طيب، نهزوها ما يعني خفيفه، ما نقدروش نتحكموا فيها. بورق الزبده يعني احسن. نحط الطبقه الاولى تاعنا. حاولوا تكون الطبقه كامل قد بعضها. يعني ريحه الكاكاو عفوا نواه الكوكو طالعه هايله. تحبي هنايا تحطي مكسرات ثاني
في هذه الطبقه. اللي عنده مكسرات يحب يحط لوز، جوز، يعني اي، ولا كاوكاو. تقدري تحطي 2 ملاعق مرحيين ثاني تجي مليحه. هكذا نسكاو شويه عليها مليح. هذه هي الطبقه تاعنا الاولى. دوكا ندوزو المقادير تاع الطبقه الثانيه. هنايا مكونات الطبقه الثانيه واللي هي 4 حبات بيض، هكذا وحده حليب المحلى والمكتف والمحلى او نيستلي كراميل. وهنا عندي ربع كاس جوز الهند او نوع كوكو. وهنا نحتاجو ملعقه او ملعقتين زبده. في اول طبقه حطيت 7 ملاعق، وهنا نحطو وحده ولا 2 يعني ملاعق زبده. هنايا طريقه التحضير تاعنا يعني سهله، هذه الكيكه سريعه يعني سهله، ما تديش منا الوقت. هنايا نحطو البيض تاعنا، نحطو وحده، نحطو 2 كيسان تاعنا كبار، 2 زبده، نحطو الحليب المحلى، نكتفو المحلى، هكذا. ونخلطوها يعني شوكه هكذا. منساوش نص ربع كاس جوز الهند، نخلطوها مليح. هكذا راني خلصت جميع المقادير تاعنا. دوكا نحطوها فوق الطبقه الاولى. هكذا حاولوا اننا تكون فوق الطبقه الاولى كامل. الفرن تاعنا نكونو ديجا شعلناه بدرجة الحرارة 200 درجة. نخليوها نصف ساعة، المهم كي طيب راكي تعرفيها كيفاش طيب، كل واحد والفرن تاعو. هكذا حاولوا ان تكون الطبقة الاولى كامل تغطيها هكذا. هكذا هكذا. هذه هي الكيكه تاعنا. نحطها في الفرن طيب كما قلت لكم درجه الحراره 200 حتى 220 240، ونخليوها حوالي نصف ساعه
طيب ونشوفوها ان شاء الله تطيب. غنحطها في الفور ونرجع لكم فيما بعد. رجعت لكم مره ثانيه. الكيكه تاعي راهي طابت، هي سخونه وانا زينتها بنوع كوكو، وهي سخونه مازالت سخونه باش يحكم لي. المهم زينيها كما تحبي. المهم زينتها بنوع كوكو هكذا، وخليوها تبرد خلاص لان كما نعرفوا الكراميل راهو يدير وقت باش يبرد. خليوها تبرد خلاص ونقصوها، كل واحد يقصها كما يحب، يقصها مربعات ولا يقصها مستطيلات، يعني كما تحبي قصيها. انا غنخليها تبرد ومن بعد نقصها ونشوفوها في طبق التقديم باذن الله. الكيكه تاعنا راهي طابت كما راكم تشوفوا، قصيتها مربعات. خليوها تبرد خلاص باش تقصوها، لانها يعني كنت تقصوها وهي سخونه حطيه لكم. هاي كما راكم تشوفوا يعني خفيفه خلاص، صحيه، فيها شوفان، فيها جوز الهند، بنينه. نتمنى انها تعجبكم، وكاع عجبتكم الوصفه تاع اليوم عليكم غير ديروا لي من لا فيديو وتشاركوا في القناه اللي يعني مازال ما اشتركوش، وهذا بالضغط على المربع الاحمر مكتوب صابوني او اشتراك. ونلتقي في وصفه ثانيه باذن الله، واخر كلامي سلام.